مش عادي انه الناس تروح حتى في الكوميكس وفي على السوشيال ميديا بيجيبوهم ان هم الناس الاشرار اللي بيحطموا حياه البني ادمين وبيقرفوهم في عيشتهم. فلما تفتح عندي مثلا وظائف جديده، اجيب حد من بره ولا اعين حد من جوه؟ لا، اعين حد من جوه، لان دول الناس اللي هم they know the culture، عندهم النو هاو بتاعتي. كنت بتكلم في شركه من الشركات بقوله الاجيليتي، قال لي ابقى اجايل، انا اجايل لمديري كل يوم يغير رايه، فانا كل الحاجات اللي غير رايه فيها وما انا على طول معدلها له زي ما هو عايز. وكل الناس بتتكلم very confident this is the new normal. فتخيلت انه يعني اول ما هتخلص الكورونا خلاص كل واحد هلاقيه نازل شركته عادي. وكان عندنا وظيفه اللي بيعمل طبخة السكر، الطبخة بتاعت السكر دي is a critical position. الشخص ده لو اختفى البيزنس بكرة مش هيشتغل. كارير كافيه بودكاست برعاية سكاتش، تقدروا تسمعوا على أنغامي أو تشوفوه على يوتيوب. أهلا بكم، أنا ريم وإحنا مع بعض في حلقة جديدة من كارير كافيه. ضيفنا اليوم الدكتورة إيمان يحيى، عندها خبرة كبيرة في مجال ال HR، الموارد البشرية. اشتغلت في أوروبا، في الخليج، في مصر، وعندها خبرة في industries مختلفة. فخلينا نكتشف معها عالم الموارد البشرية بقى. دكتورة إيمان، أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا ريم. إزيك؟ الحمد لله، أخبارك إيه؟ الحمد لله. السكة كانت إيه هتنتصل هنا؟ it was okay. كانت زحمة شوية في الأول، بس لما ابتدينا نخش المعادي مشيت الدنيا مظبوطة. جود. فخلينا أنا مبسوطة قوي إنك موجودة معانا. Thank you very much، الشرف ليا. عشان لما كنت بشتغل مع اشتغل في الشركات، دايما كلمة ال HR الموارد البشرية ميستري، غموض يعني. خلينا يعني إيه موارد بشرية يعني؟ مواد بشرية يعني traditionally هي التعامل، التوتال بيسموها حاليا التوتال employee experience. من ساعة ما يكون عندك like a recruitment requisition، وازاي تعرضي الشركة بتاعتك لل potential candidates لغاية لما يدخل عندك كموظف، الأونبوردينج والأورينتيشن واللايف، بعد كده الانتاير لايف سايكل للموظف. ده لغاية بقى ما اما يكمل معاكي يستقيل. فدي ده الريسنت ايدنتيفيكيشن للموارد البشرية أو ال HR. ده من الناحية التعريفية شوية. من الناحية اللي هي بقى المعايير المحطوطة الجديدة اسمها People Department، وهي بيسموها People Department لأنه التقدم اللي حصل في أو الليسنز اللي أخدوها الشركات في different industries في مستوى العالم، اكتشفوا إنه ال people هم key assets. ودي كانت هي الكلمة الدارجة لما كان التايتل اسمه human capital. بعد كده بقت حضرتك يمكن لو بتتابع تلاقيهم يسموهم people and culture، لأنه ال people هم لازم يكونوا محطوطين as a key stakeholder. لما تيجي تحطي الاستراتيجي بتاعتك when it comes to people you have to consider ال people in your agenda، مش what you will give them من وجهة نظرك، لا the design of the whole strategy when it comes to people it has to be a win-win situation اللي يخدم الشركة في نفس الوقت عشان يعني واللي يخدم ال people. ليه؟ لأنه زي ما حضرتك بتعملي في البرودكت أو في السيرفيس، you design البرودكت أو السيرفيس عشان تبقى beneficial للend customer بتاعك، وبالتالي انت تحققي profitability. It has to be برضو when it comes to people it has to be serving the needs بتاعت الناس اللي هم هيبقوا your troops in the future.
ف you engage them and you retain them وهم في نفس الوقت يدوكي احسن performance وبالتالي تحققي البروفيتابيلتي اللي حضرتك بتدوري عليها. عجبتني الصورة دي. فالصورة اللي بفكر فيها وانتي تتكلمي اللي أخلي ناسي مع التيم بتاعي فريقي مبسوط في الشغل، عشان هو اللي هيخلي زبايني مبسوطين في الشغل، وفي الآخر ده هيحقق الأرباح للشركة. بالظبط. وهو الانبساط مش بيجي إن هو هو الانبساط هيجي إنك انتي تماتشي الأوفر اللي حضرتك بتديهوله مع their real needs. يعني مثلا عشان أقرب لك الفكرة، ممكن تسمعي عن شركات يقولك أنا الموظفين بيمشوا من عندي كتير بالرغم إن أنا بديهم أعلى مرتبات في السوق. طيب ممكن هم النيدز بتاعتهم على فكرة إن هم ما يكونش أعلى مرتبات، هو محتاج مثلا تريننج، محتاج ديفلوبمنت، محتاج إن هو يبقى له فويس، محتاج يبقى عنده كارير، محتاج يبقى عنده contribution، محتاج إنه تديله flexibility، محتاج work life balance، محتاج إن هو يبقى عنده مشاركة في قرارات بتاعة الشركة، عارف الشركة رايحة فين. فعشان كده لما جيت أعرف لك ال HR في الأول قلت لك هي a total employee experience، لأنه أنتي محتاجة تديزايني القصة دي مش من وجهة نظرك هم عايزين إيه، من وجهة نظرهم هم عايزين إيه. وطبعا في الأول وفي آخر قدرة، يعني إذا أنا قادرة أحقق الحاجة دي كأورجانيزيشن ممكن أحقق منها 20% المرة دي، ممكن أحقق منها السنة الجاية 20%. it's a long، عشان كده بيسموها strategy، لأن هي it's a short medium and long term vision، dynamic، لأنه النيدز بتاعت البشر بتتغير، بس you have to have this close relationship with your people so that زي ما بيكون عندك close relationship مع your customers فتبقى win-win situation. احنا دخلنا في صلب الموضوع قبل ما أطلب منك تقولي تعرفي بنفسك ومسيرتك طب قولي لي ابتديتي ازاي؟ وصلتي لايه؟ ازاي للدرجة دي معرفتك بالاتش ار؟ دخلتي المجال ده ازاي وليه؟ اوكي، انا دخلت الاتش ار محض صدفه. لما كنت بشتغل في دكتور سليمان فقيه هوسبيتال في السعوديه، اشتغلت الاول اشتغلت معاه هو شخصيا كنت ادمن اسيستنت، وقعدت 2 سنين معاه. at that time كانت المانجمنت ستايل بتاعته is very centralized، وكل حاجة وأي حاجة has to go through him، من أصغر decision لأكبر decision. فبما إنه كل حاجة أدمن معايا، فكل حاجة كانت between me and him. اتعلمت منه discipline، اتعلمت منه يعني ايه professionalism، اتعلمت منه يعني ايه health care، وقد ايه is a critical industry الغلطة فيها بتمس أرواح ناس، فينفعش ان احنا نتهاون فيها. حبيت قوي الفيلد بتاع المانجمنت لان انا already كنت خريجة accounting، وقررت ان انا يعني ادرس القصة in depth، فاكون بساعده بطريقة professional. فعملت ماسترز اوف بزنس ادمنستريشن وخلصته، وطلبت منه ان انا اشتغل في الكواليتي ديبارتمنت، لانه الام بي اي ثيسيس بتاعتي كانت على الكواليتي اوف السيرفيس، في الكواليتي اوف ذا سيرفيس في السيرفيس اورجانيزيشن، الدايمنشنز اوف كواليتي للسيرفيس اورجانيزيشن. كنت حابه بقى تو جوين واشوف الكلام اللي انا درسته ده يعني على ارض الواقع شكله عامل ازاي. وهو الحقيقه وافق ان انا اشتغل فيها كبارت تايم في الاول، وابتديت اشتغل. وكان ساعتها عاملين accreditation process مع Joint Commission International في امريكا، دي اعلى جهه بتدي accreditation للهيلث كير اندستريز في العالم كله. part of it كنا بنجهز لحاجة اسمها ال HR chapter بتاع ال accreditation. ساعتها كانت إدارة ال HR purely شؤون موظفين، فطلبوا مني، كانوا جايبين consultants من يعني عرب بس كانوا دارسين في أمريكا وكده، إنه أنا أشتغل معاهم على الشابتر ده.
فابتديت اشتغل معاهم وعلموني يعني اشتغلت معاهم اللي هو بقى كوتشنج، يعني اللي هو اعملي كذا سوي كذا، يعني هاند ان هاند. عملنا تيم في الاول، كنت انا التيم ليدر للديبارتمنت دي، وابتدينا نشتغل على upgrading the department من لل HR بحيث ان هي تبقى state of the art one. يعني خدت القصة حوالي سنتين، وبعد سنتين أخدنا الأكريديتيشن، ومن هنا ابتديت أخش الفيلد بتاع ال HR من ناحية الحتة بتاعة ال organization development، يعني ازاي تحطي HR manual، ازاي تعملي policies، ازاي تعملي systems، ازاي تعملي structure. ابتديت أخش الفيلد ده ولقيت نفسي interested فيه. دي كانت بداية دخولي لعالم ال HR. وبعدين بقى throughout my 15 years of experience طبعا أخدت رولز مختلفة، ودرست ال HR دبلومة في الجامعة الأمريكية، ودرست عملت PhD في ال HR في ال Performance Management System. دي حاجة أنا بعشقها، يعني أكتر حاجة بعشقها في ال HR. وبعد كده عملت ماسترز تانية في ال HR وعملت ال CIPD qualification. فبقيت بحب أنا دايما أقرن الشغل على أرض الواقع بالعلم، علشان بحس إن هو بيكمل الصورة. ما شاء الله، يعني درستي كتير وكم دبلوم ودكتورات وال CIPD certification. فمع تأكيد اللي شفتي فيه فرق بين نشوفوه الثيوري النظرية في الدراسة وتطبق ازاي في أرض الواقع. فممكن تقولي لنا حاجات زي كده، يعني مواقف وإلى حاجات اللي تشوفي بها الفرق بين إيه النظري وإيه اللي موجود في الشغل. يعني هو النظري هي الحاجات اللي بندرسها في الماسترز والPhD، لكن العملي اللي انا شفته ودرسته في CIPD هي معايير بتبقى محطوطة لل HR بشكل عام، ويقولك الابديتس اللي هي فيها وكده. في مصر والميدل ايست حاجة، وفي يوروب حاجة تانية. في مصر الفانكشن بتاعة ال HR فيها مشكلة، انه او حاجة يعني انا حسيتها دايما انه to be effective HR professional لازم تلعبي حاجة اسمها the advocate اللي هو انتي advocate للشركة و advocate للموظفين، ودايما بتلبسي two hats. فلما يكون advocate للشركة فانتي بتحطي السيستمز وبتحطي البوليسيز وبتحطي السيرفيسز اللي انتي بتديها كلها based على الامبلويمنت لو وبيزد على الاندستري براكتسز واللي الشركة ارتضته طبعا انها تبقى البراكتس بتاعها. فانتي دايما حطيتي ده، فانتي دايما بتلعبي الدور انه this should be implemented معاكي وانتي your team effectively، وما يحصلش انه من الموظفين تعدي على القصة دي. الهات التانية انه الموظف زي ما عليه حاجات لازم يبقى ليه حاجات، يعني في ليه حقوق. فحقوق ده الموظف انتي برضو بيبقى دورك انتي ك HR professional ان انتي تبقي الادفوكيت بتاع حقوقه في كل ستيب من الستيبس في الامبلوي لايف سايكل انا قلت لحضرتك عليها، بحيث انك انتي تضمني انه you're playing the role بطريقه متوازنه. and this is the secret of the success اللي احنا بنشوفه للاسف في شركات كتير، مش هقول في معظم الشركات، في شركات كتير انه ال HR بيلعب most of the time the role of advocate لصالح الشركة. فعشان كده يمكن بنلاقي في الكوميكس انه ال HR ده مكروه، او لو تقعدي مع حد تعرفي انه ال HR ده يا انتي بتشتغلي HR دول اغلس ناس، دول اكتر ناس صعبة، انا ما بنحبش نتعامل معاهم، you are so nice ان انتي تبقي HR مثلا. ممكن حد يقول لك كده. لا هو صحيح اللي حتى في معناتها بنسمع ال HR هو لو عندك مشكلة يمكن تروحي ال HR
بس بالظبط معناتها مش مش أيوة. عادي انه الناس تروح حتى في الكوميكس وفي على السوشيال ميديا بيجيبوهم ان هم الناس الاشرار اللي بيحطموا حياه البني ادمين ويعني بيقرفوهم في عيشتهم. فذاتس واي ان دي الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان هي ان انا شايفه ان هي الفرق ما بين اللي احنا درسناه واللي بيحصل في ارض الواقع. في العالم زي يوروب وكده القصه عندهم محميين باللو اكتر، محميين باليونيونز اكتر، محميين بالسيستمز اكتر، عندهم يعني very tight market. الموظف اللي بيجي لهم بيخسروه مش بيعرفوا يعوضوه تاني. فهم في الحتة دي are very sensitive، لأن هم عارفين قيمة الحاجة دي من النواحي الكتير أنا كلمت حضرتك عليها. فهم even if they are not a believer في الحتة دي they are trying very hard to playing it right عشان to gain ال benefits وما تعرضش المشاكل ولا مساءلات قانونية ولا الحاجات دي. فالدنيا هناك أضبط بكتير when it comes للحتة بتاعة ال HR. بتحسيها وده اللي احنا شايفينه دلوقتي هنا في مصر مثلا، انه التحديث الجديد لموضوع قانون العمل عندنا من سنة 2012 ما حصلش فيه اي تطوير، وبالتالي في جابس كتيرة، وكان في حاجات ضد قوي الامبلويرز وفي حاجات ضد الموظفين قوي بيتطوروا فيها بحيث ان هي تواكب what's going on في المجتمع المصري واللي بتناسب طبيعة الاقتصاد المصري والتشالنجز اللي موجودة، بحيث ان هو يبقى يعني في اكتر تأمين للموظف ومحافظة على حقوقه اكتر، بحيث انه يعني يقللوا بقى من القصة دي كتير يعني. I think الحاجات زي هي الديفلوبمنت الجديدة اللي بتحصل دي هتساعد برضو في انه الشركات تبتدي تدي اهتمام لحتة العنصر البشري اكتر. دي نقطة. النقطة التانية الشركات برضو ابتدت تحس بقيمة العنصر البشري، لأنه صحيح احنا في مصر ما شاء الله عددنا كبير، وفي تروبس كتيرة ممكن يقولك فلان مشي النهاردة هجيب غيره بكرة، بس lesson learned اللي تعلمه الشركات انك انت عشان تلاقي حد يفيت your culture، حد يكون عنده ده experience you need، عنده فهم التكنولوجيا اللي انت بتشتغل بيها مش سهلة، وانه التحديات اللي حاصله في مصر حاليا برضو خلت الناس سوق العمل في مصر مش اكتر مكان الناس حابه انها تشتغل فيه. ناس كتير بتفكر انها تخرج تشتغل mainly في الميدل ايست او تسافر بره تهاجر بره. فانت في الوقت اللي زي كده في مصر بيكون السوق طارد، فانت محتاج ان انت تريتين your people اكتر من اي وقت تاني، لانه if you will continue as we are هيحصل ايه؟ هيحصل ان الناس الكويسه هتسيبك وتسافر لان هم they are very attractive للماركتس التانية، وهيفضل معاكي الناس اللي انتي مش عايزاهم وبالتالي انتي مضطرة انك تتعاملي معاهم. فالريتنشن is a very key necessity للemployment market دلوقتي. اوكي، فبيز علي قلتي لو في حاجه ممكن ال HR ولا شركات في مصر ممكن تغيرها هتكون ايه؟ actually هم حاجتين. الحاجة الأولانية الديزاين زي ما قلت لحضرتك في الأول، هو الديزاين بتاع السيرفيس بتاعت ال HR services، الأوفرينج اللي حضرتك بتقدميه للناس اللي حابة ان هم join your organization، ويكون based على النيدز بتاعت الجروبس ده هي as much as you can.
بمعنى، او عشان اوضح لك بمثال اكتر، لو حضرتك مثلا حابه تعيني حد عندك مثلا في فاينانس، في الفاينانس هيد اوف فاينانس مثلا، او هيد اوف انجينيرنج، بتيجي تقولي ايه، انا عايزه انا بشتغل في عايزه ناس من مالتي ناشونال كومبانيز زي مثلا P&G، زي كرافت، زي وات ايفر، وبتروحي تجيبي بتعملي بتشوفي الموظفين وبتختاري انسب واحد بالنسبه لك. بتصدمي بحاجتين. الحاجه الاولانيه انه والله ممكن السالري ستراكشر بتاعك is not updated، وبالتالي انت مش قادره انك انت تاتراكتي الكانديديت ده وتعينيه زي ما حضرتك بتتمني. وفي نفس الوقت even if you have this budget، عشان انت محتاجه ان يكون عندك this kind of caliber عشان your future strategy، بتقولي طب ما أنا الناس اللي عندي they are not taking the same. طب انا ما في حاجه اسمها internal equity، اللي هي انت you have to make sure انه الشخص اللي هيجي ده صح ممكن يكون اعلى شويه بس more or less في حدود معينه they are taking the same range. فبتفاجئي بالقصه دي. طب ايه ده الناحيه دي، يبقى انا I have to make sure دايما انه السالاري ستراكشر والباكجز اللي انا بديها للناس بتاعتي هي مواكبه، سواء الانترنال او external او البوتنشال اللي انا عايزه تو اتراكت يكون قريب من الماركت او زي الماركت، عشان يكون عندي this privilege ان انا احافظ على الناس بتاعتي، عشان احنا قلنا retention is a key، احافظ على الناس بتوعي وفي نفس الوقت اقدر اتراكت الناس اللي انا حابه ان هم يكونوا معايا. طب هل ده كفايه؟ لا مش كفايه. ما هو ممكن الراجل اللي هيجي اللي انت عايزاه بتاع كرافت ده او بتاع P&G او اي حد من اي شركه حضرتك هتجيبيه هيكون عايز، لا he wants the same. هيقولك انا في شركتي انا كنت عارف my career، I want a career path، I want a training and development. Do you offer a career path? Do you offer training and development? فهتلاقي نفسك انك انتي it's not only one component، انا بديك salary مناسب، لا انتي محتاجة تديله اللي هو نفس الباكج اللي كان بياخدها، او ان هو بيتطلع ان هو بياخدها في اي شركه هيسيب شركته وهيجوين، او محتاجه تريتيني الناس دول عشان ما يكونش عندهم نقص في الحته دي، فيقولوا احنا we want to leave this company عشان اشتغل في شركه يعني عندي فيها career path، او I got promoted، او اخد training and development. دي حاجه من الحاجات التانية. الحاجه الثالثه مثلا انك انتي بتشوفي الناس بيقولك انا شركتي كنت قاعد مع زميلي بيشتغل في الشركه الفلانيه، دول بيطلعوا تيم بيلدينجز، دول بيعملوا جاذرينج، ده اللي بيحضروا مع بعض فطار رمضان، ده كذا. why don't you offer this to us؟ فده it's another thing الامبلوي سيرفيس اللي انت بتديها، لانه دايما العالم بقى صغير جدا في السوشيال، حتى ما عادش مع اصحابه، هو بس كفايه ان هو يخش على السوشيال ميديا ويشوف العالم بيعمل ايه وبيتطلع الى حاجه زي دي. حاجه تانية مثلا انه الموظف يكون عايز يشوف شركته ان حاجه محترمه والريبوتيشن بتاعتها محترمه في السوق، فلما نتكلم عنها يحس انه it's an organization that is admired في الماركت، وبالتالي يبقى فخور ان هو is a member of this company من طريق ممارستها، عن طريق البراند بتاع البرودكتس بتاعتها والبراندز بتاعتها، CSR activities, what they are offering for the community. This is another story. فدي حاجة. الحاجة الثالثة الميديكال انشورنس مثلا انت بتديه للموظفين في مصر، it's a key انك انت تيجي حاجة متظبطة للميديكال انشورنس محترم، الناس يحسوا ان هم عندهم ممكن ما يكونش الباكج بتاعه كبير قوي، بس هو عارف ان هو لما حد من اسرته لا قدر الله يكون عيان، عنده القصة بتاعت ان هو بيتعالج علاج كويس ومبقاش متعذب من خلال الميديكال انشورنس. فانا بدي لحضرتك بس امثله ازاي احنا we need to design التوتال اكسبيرينس بتاعت الموظف، بحيث ان انت you keep him satisfied and engaged
in all time. في شركات هتقول لك انا ما عنديش فلوس ان انا اعمل كل ده وبادجت، وعلى فكره القصه مش قصه فلوس. anticipating السؤال بتاعي بقى. هي مش قصه فلوس على قد ما هي how you can do this smartly. وال 80-20 نظريه ال 80-20 ان هم 20% ممكن تعمل لك satisfaction في حاجات كتير، بس انت زي ما قلت لحضرتك هي ما تبقاش one way communication، هي two way communication. دايما نبقى ال HR قريبين من الناس وعارفين مشاكلهم ايه، وعارفين يعني مثلا عايزه اقول لحضرتك لما نيجي مثلا نختار الميديكال انشورنس كومباني اللي احنا هنتعامل معاها، لما بنقعد ممكن ناخد قرار ان احنا هنتعامل مع شركه معينه مش شركه تانية، رغم ان الشركه الاولانيه تكون احسن من ناحيه الاوفر بتاعها، علشان الناس دي بتسيرف البلو كولرز احسن. التغطيه بتاعتهم بتاعت الشبكه في بره مصر في حتت معينه بتكون احسن، وبالتالي عارفين ان الموظفين بتاعنا اللي هم مثلا البلو كولرز اللي بيشكلوا نسبه مثلا like 40% of our population بيكونوا مبسوطين. ليه؟ لان انا عارفه انه الحته دي بالذات عند البلو كولرز لو انت عملتيها كويس قوي بتبقى مريحه جدا بالنسبه لهم، بحيث ان هم satisfied، وبتبقى like a retention tool بالنسبه لهم، لانه انت عارفه العلاج قد ايه حاجه مكلفه وصعبه في مصر دلوقتي. بتديله تأمين ولا مش بتديله تأمينات؟ التأمينات is a key بالنسبة للبلو كولرز في مصر. لو انت ممكن ياخد مرتب قليل وتجيله فرصة مرتبات أكبر، بس يقولك لا أنا قاعد في الشركة دي عشان فيها تأمينات. ففي حاجات كتيرة زي ما بقول لحضرتك هي two way communication، بحيث ان هي تبقى win-win situation للشركة وللمواطن. دي الحاجة الأولانية اللي أنا حابة ان هي تبقى موجودة في مصر. الحاجة التانية المهمة قوي التنمية البشرية in terms of تدريب وتطوير. والتدريب والتطوير is very crucial لحاجتين. الحاجة الأولانية زي ما حضرتك بتقولي احنا مثلا فتحنا مصنع وهنشتري، محتاجين عشان نفتح المصنع ده ان احنا نشتري او يكون عندنا 3 خطوط انتاج. بنروح وبنسافر تشاينا وبنسافر ألمانيا وبنشوف الكذا اوبشنز وبنختار the best option اللي هيناسب معانا ويناسب البادجت بتاعتنا علشان ننجح في السوق ونقدر نطلع البرودكت بالكواليتي والسبيسيفيكيشنز اللي احنا عايزينها. لو انتي التروبس بتوعك ريدي دايما بيكون في جابس في حتتين، في الكارنت بيرفورمانس فانتي بتغطيها بالتريننج، والفيوتشر بيرفورمانس اللي هو بقى ايه اللي احنا بنقول عليها ال5 years استراتيجي بتاعتك. انت عايزه تروحي فين بعد 3 سنين؟ عايزه what's your vision؟ عايزه تروحي فين بعد 3 years؟ عايزه تروحي فين بعد 5 years؟ فلازم يكون عندك this تنبؤ ده يبقى represented في صورة job descriptions مكتوبة صح، تقدري تعملي TNA مظبوط عشان تشوفي current needs ايه وتعملي لها training للتروبس بتاعتك، ويكون عندك حاجة اسمها competency framework a real one that really matches your strategy، بيبين شكل الناس الافكتيف اللي انت عايزاهم ايه، النولج بتاعتهم ايه، الاكسبيرينس بتاعتهم ايه، السكيلز بتاعتهم ايه. وبالتالي انت دايما يكون عندك المسطره بتاعت دلوقتي وبتاعت بعدين اللي تقيسي بيها الناس. لا انا my troops are excellent now، محتاجين شويه تريننج في الحته دي، بس لا هم برضو محتاجين عشان يكونوا كوبينج معايا وانا ماشيه انه يكونوا ياخدوا الديفلوبمنت ده هي، وبالتالي بتحصل الديفلوبمنت على الكارير باث بتاعت الناس، ويكون عندك حاجه بيسموها الكارير development programs اللي هي بتبقى succession planning اسمها للcritical roles والleadership roles والmiddle managers roles اللي هم السكند لاين، وبعد كده بقى الهاي بوز اللي احنا بنسمع عنها. فدايما عندك second generation for each management level بيضمن البيزنس continuity. دي برضو حاجة أنا حاسة لو الشركات، وحقيقة أنا حاسة إنه ده بيحصل في مصر. لو حضرتك دخلتي على لينكد إن هتلاقي شركات زي الفطيم وشركات تانية كبيرة بقى ال L&D they are hiring an L&D director
لأنهم they know how important this function عشان البيزنس continuity أو عشان يعملوا حاجة صح. مش حاجة يعني زمان كنت بتسمعي الراجل بتاع ال L&D ده L&D manager L&D officer بيشتغل مع ال HR manager HR director يعمل كام training course هنا وهنا وهنا ويقولوا إيه خلصنا البادجت. لكن now شركات حست بأهمية القصة دي and they started to invest في القصة دي ويدوروا على very 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 high calibers عشان يشتغلوا معاهم في قصة ال L&D. التيرنوفر معناتها التجديد الناس اللي تخرج من الشغل كبير قوي في مصر، وبالأزمة الاقتصادية التيرنوفر بيكبر أكتر وبالجندي برضو حتى من أصحاب الشركات يخافوا إنهم they invest في عارفة في الديفلوبمنت بتاع الامبلويز عشان يقولك أنا معناتها invest إني أدربه وحسنه من مهاراته وكل حاجة عشان هيروح ويشتغل في شركة تانية هيسيبني ويروح. بالظبط. إزاي ممكن نلاقي توازن بين إننا معناتها ننمو ونطور من الامبلويز بتاعتنا وفي نفس الوقت يكون عندنا return in investment. بالظبط. طبعا هم ليهم حق ان هم يقولوا حاجه زي كده، بس زي ما قلت لحضرتك هي بتتحل بحكايه نرجع نقول نفس القصه، هي total employee experience. يعني معروفين مثلا بروكتر اند جامبل معروفين من اكتر الشركات اللي مش بتديكي اعلى مرتب، ودي طبعا احنا حاجات درسناها في الام بي اي، مش بتدي اعلى مرتب ولا اي حاجه، بس بتدي مرتب اوكي فاين، وبتاخد الناس الفريش جراتس لان هي مدرسه، وبتديهم تريننج وديفلوبمنت تفضل تطور فيه وعلى اساس ان هو هيبقى دي المدرسه بتاعتهم مدرسه PNG. وفعلا لما تقعدي معاهم تتكلمي معاهم يقولك احنا في PNG كنا بنعمل كذا، احنا في PNG كنا بنعمل كذا. بس في الاول وفي الاخر الناس دي بتوصل لمرحله وين يعني في الميدل لما يوصلوا ميدل مانجر ليفل بتدي بقى هو عايز بقى دلوقتي خلاص هو هي ساتيسفايد، عنده النوليدج وعنده السكيلز وعنده كل حاجه، تبتدي يدور على السالري، بتدي بقى يروح لشركات تانية. بيدوروا على ايه الشركات التانية؟ بيدوروا على البروفايل بتاع اللي عنده بقى النوها وعنده المانجمنت سكيلز وعنده الحاجات دي. ففي هذه الحالة برضو PNG بتخسر. فإتس عشان كده الحل مش one element، مش الحل ان انا اديكي تريننج واعلمك وما ظبطش حته السالري قوي. it's a total package. عشان كده ال HR دايما يبقى عينه على الماركت اللي بيحصل فيه ايه، النيدز بتاعت الشركه، لازم يظبط السيرفيز، يسمع الترندز بتحصل ايه، يظبطوا السالري ستراكشر بتاع الناس، يظبطوا التريننج اند ديفلوبمنت. بس في الاول وفي الاخر it happens انه انه الناس بتمشي لانه ده في بيسموه الريجريت تيرن اوفر والنون ريجريت تيرن اوفر. الريجريت تيرن اوفر ده زي ما حضرتك اتفضلتي، هو شخص كان معاكي ويو انفستد فيه واديتي له تريننج ودي له كذا وحطيتيه سكسسر بس هو سابك، فده وفي non regret turnover اللي هو شخص is not performing كويس، ما is average person، مش بيأدي زي ما هو عايز، وبالتالي ولا هو engaged مع الشركة ولا الشركة ولا teams engaged معاه، فده بيشوف لنفسه يعني زي ما بيقولوا كده هو البيئة بتاعت العمل بتلفظه وهو نفسه بيلاقي نفسه غريب فبيمشي. فدي حاجة بتحصل. لكن اللي حصل في مصر بصورة قوية قوي حاليا ده نتيجة طبعا الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، فبيبقى مفيش شركة في الدنيا هتقدر تقولك I'm doing the ideal situation. ولكن the key is انه الموظف لما يحس انه شركته واقفة جنبه، كلمة بيسموها genuine efforts، يعني مش تمثيل، حقيقية حتى لو حاجة واحدة بس، he will not leave. فهي it's all about إحساسك إنه شركتك is there for you، فأنتي you are there for your company. بس it's يعني مش تمثيل، هو you have genuine efforts، يعني لازم تبقى حاجة طبيعية. فطالما القصة دي موجودة بتقلل قوي من موضوع التيرن اوفر. لكن turn over موجود وهيحصل وبيحصل، yes.
بس في الأوضاع اللي احنا فيها دي it's very tough طبعا مع الافيلابيلتي، والشركات ما بقتش زي الاول قادره ان هي مثلا في انفليشن في الجنيه المصري يلا طب تمام هنزود الاسعار وخلاص القصه على كده. لا، كان في مشكله في الافيلابيلتي بتاعه الدولار، وبالتالي السورسنج، وبالتالي البضاعه ممكن تبقى موجوده في المينا والناس مش عارفه تجيبها. في تحديات كتيره جدا. فهم نفسهم خاصه السنه اللي فاتت الشركات كان عندهم الصوره مبهمه بطريقه فظيعه بالنسبه لهم، بتشكل حضرتك طبعا اكيد سمعتي عن شركات كتيره جدا خرجت من الماركت. ففكره ان continuity ده عشاني انا الشركه عشان is very essential، علشان لو الشركه فاتحه فهتفتح بيوت الناس كلها، لكن لو الشركه قاعده تدي الموظفين وتخسر فما احنا هنقفل وكل حاجه فكوميونيكيشن في الفتره دي is very important من ال HR. transparent communication بمعنى انه الناس تفهم اللي بيحصل من التوب مانجمنت، من ال HR، نبقى قريبين من الناس، نفهمهم اللي بيحصل ايه، نديهم طمأنينة، يحسوا yes it might be a challenging time بس احنا لا we will survive، احنا we're doing okay with your efforts هنsurvive. وده اللي انا شفته في شركات كتيره قوي بتحصل، قدرت ان هي تؤدي الازمه بالطريقه دي being very. وطبعا مش قافلين الحنفيه على الناس، لا يعني بيساعدوا بس مش زي الظروف العاديه، لانه في الظروف العاديه انا عندي البلان بتاعتي وماشي وام doing okay، لكن انا لما تبقى الدنيا مظلمه قدامك ف you need to be cautious when it comes للinvestment والexpenses والحاجات دي طبعا. في الحالة دي الشركات بقى بتعمل حاجة اسمها استراتيجي اللي هي cost leadership استراتيجي، اللي هي ايه؟ ان هما بينفستوا في الفانكشنز او في الحاجات اللي بتاد فاليو للاورجانيزيشن. فانا بالنسبة لي مثلا لما تفتح عندي مثلا وظائف جديدة، اجيب حد من بره ولا اعين حد من جوه؟ لا، اعين حد من جوه، لان دول الناس اللي هم they know the culture، عندهم النو هاو بتاعتي. هيكون طبعا بالنسبه لي ان انا هيبقى promoted وهديله percentage معينه، غير لما اجيب حد من بره واديله total package جديده هتفتح له الدنيا، هيحس بهوب، هيجيت موتيفيتد، هو هيترقى، التيم اللي تحته في حد هيطلع منه، فهعمل فريش بلاد. يبقى عشان اتبنى السياسه دي يبقى المفروض اعمل ايه؟ اطور في التريننج بتاعي، ان انا اعمل فاست تراك بروجرامز، واعرف سكسيشن بلاننج وكارير مانجمنت بروجرامز، فالناس تبقى ريدي، بحيث ان انا يبقى عندي personal development plans للناس الهاي فلايرز دول في كل حته، وهم دول التروبس زي ما بقول لحضرتك، نظريه ال 80-20 اللي انا انفست فيهم، عشان هم دول اللي ايه اللي انا ام ايمينج ان انا هانفست في الناس دي، لان هم دول اللي هم هيبقوا معايا دايما على طول. كل ما تفتح في حاجه جديده، فتحت خط انتاج جديد، توسعت بره، الناس دي هي اللي هطلعها بره، وبالتالي الناس اللي جوه هتترقى وياخد لهم فتبقى الاورجانيزيشن دايناميك ويبقى فيها روح، ما تبقاش اورجانيزيشن كئيبه والدنيا مقفوله. فالحته دي اللي هي الكوست ليدرشيب ديفلوبمنت بروجرام از فيري افكتيف في الاستراتيجي از فيري افكتيف في الوقت اللي احنا فيه ده، لان هو مش صرف 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 صرف، ما تقدريش تعملي اللي هو بيسموها الاتش ار بيست براكتسز. لا، هو انت محتاجه يعني يو نيد تو بي سمارت ان انت تعملي الانفستمنت اللي تخليكي تحققي الاستراتيجيه بتاعتك باقل الانفستمنت اللي موجود. احساسي من لما اسمع معاكي اللي الانفستمنت يكون اكتر في ليدرشيب، بس تصوري مثلا زي الاتش ار محتاجه تستخدمي البيراميد كلها، يعني حتى من اول من ابسط العمال للتوب، المدير العام. فايه الحاجات اللي تعملوها the bottom of the pyramid؟ حضرتك عندك حق طبعا. انا يمكن ما عبرتش عن نفسي او ما وصلتش لحضرتك الفكره مظبوط قوي. هو انا لما بقول leadership development program قصدي على كل الليفلز، ابتداء من ال supervisory level او ال entry level لغايه ال CEO level. بس بنقسمها ازاي؟ بنقول الناس اللي هي top management دول
بيعملوا لهم حاجه اسمها succession planning للليدرشيب تيم والكريتيكال بوزيشن. وكلمه كريتيكال بوزيشن المقصود بيها هي الوظيفه اللي ليها مهمه جدا للكونتينيوتي اوف ذا بزنس. ممكن تكون وظيفه بلو كولر، ازاي اللي هو الشخص ده لو اختفى البيزنس بكره مش هيشتغل. على سبيل المثال مثلا انا كنت بشتغل في الشركه المتحده للسكر HR دايركتور. كان عندنا وظيفه اللي بيعمل طبخه السكر، الطبخه بتاعه أيوة. السكر دي is a critical position، مع انها is a blue collar position بس it's a critical position. شركات معينه اللي بيشتغلوا في البورصه، الشخص اللي بيبص على البورصه يقول لك بيع واشتري والحاجات ده، هي it's a critical position. فدي بيتغطى بحاجه اسمها succession planning program. الناس التانيين بقى الميدل مانجرز، الناس اللي وصلوا للميدل مانجرز دول، انت محتاجه الناس دول لما الراجل اللي هو في الاكزيكتيف رول هيستقيل، هو هيبقى مين اللي هيبقى السكسسور بتاعه؟ المفروض اللي في الميدل مانجر. طيب الميدل مانجر ده لما يترقى مين اللي هيبقى السكسسور بتاعه؟ This is another program بنسميه الفاست تراكر بروجرام. طيب في ناس بقى كده اللي هم في الفريش جرادز دول اللي بيجوين معاكي، بتقولي الشاب ده منور قوي، ده شكله كده 2-3 هتلاقيه هو الليدر بتاع الإدارة ده احنا بنسميهم الهايبوز او الهاي فلاير بروجرام. فده leadership development program على المستويات كلها. نيجي بقى نتكلم على البلو كولرز، والناس دي مهمين جدا بالنسبة لنا. ليه؟ لان هم عصب الحياه بالنسبه لنا، هم اللي اللي بيقفوا في الشمس، اللي بيقفوا في الحر، اللي هم بيطلعوا الفاينل برودكت. فاهتمام بيهم بيبقى اكتر من الناحيه التكنيكال، انك تدربيهم من الناحيه التكنيكال وتعملي لهم بيخشوا بقى بيبقى لهم سالاري سكيل لوحديهم، كارير باث لوحدي، وعلى حسب طبعا طبيعه الاورجانيزيشن. يعني مثلا في الاورجانيزيشن الفلات اورجانيزيشنز بتدربيهم على اساس المالتي سكيلينج، انه يبقى بتجهزي عندك التريننج بلان بتاعتهم، ان هم الشخص او الكارير والستراكشر والكارير باث بتاعهم، عشان ده الانتري ليفل، عشان يترقى من حته لحته، ما يطلعش هوريزونتال، لا هو يخش ما يطلعش سوري vertical، يطلع horizontal، ياخد سكيل تانية في بوزيشن تاني، ولما يجيده وينجح في الاختبارات بتاعته يبقى كده هو اترقى واخد البوزيشن تانية بفلوس اكتر، بسينيوريتي اكتر، وهكذا. you need to be smart في الحتة دي. ليه؟ لانه ده برضو it's a part من الريتنشن بتاعت الناس دي، ان هو يحس ان هو yes I am a blue collar، بس في حاجات مختلفة بتحصل في حياتي. أنا دخلت الشركة دي اشتغلت في مثلا عامل، بعد كده بقيت فورمان، بعد كده بقيت سوبرفايزر، اتعرفت باخد نوها جديدة، بتعلم حاجات جديدة، بترقى شوية، باخد فلوس أكتر. فدي الحاجات دي انك تعملي لها ديزاين بطريقه سمارت وبطريقه وين وين سيتويشن، ان هي تفيد التكنيشن او تفيد الموظف اللي في الفئه دي، وفي نفس الوقت تفيدك انتي كاورجانيزيشن، يكون عندك people who are trained ومالتي تاسكد. دي حاجه بتبقى وين وين سيتويشن للبلو كولرز. اتكلمتي على بحاجة بخبرتك ودراستك اللي الفانكشن بتاع الموارد البشرية ال HR طورت من اللي كانت HR وإدارة بتاع بيرسونال، اللي دلوقتي ولت about people و people and culture and so on. ايه التطورات التانية والاتجاهات اللي تشوفيها في الميدان ده؟ لا هي حاجات كتير. مثلا الحاجات الانترستينج اللي احنا شفناها في حتة الموارد البشرية، حتة ال work from home او الريموت working.
دي انا لما كنت عايشه في UK وجات الكورونا، لقيت انه الناس كلها بتقول لك this is the new normal. فانا ما بقتش مستوعبه، وكل الناس بتتكلم very confident this is the new normal. فتخيلت انه يعني اول ما هتخلص الكورونا خلاص كل واحد هلاقيه نازل شركته عادي، ونشوف بقى اللي كنا بنشوفه، الناس وتجري بقى في التيوبس، وكل واحد عايز يلحق يوصل في الميعاد. لكن لقيت بعد الكورونا لا، كل 90% من الوظائف اللي هي وكل الليفلز بيشتغلوا يا اما يقول لك فولي ريموت يا اما هايبرد. فطبعا النظام ده كان النيو نورمال كان متوافر عندهم، لان هو محتاج توفر حاجات عندك معينة أو سيت اب معين عشان يبقى effective. لازم يكون عندك تكنولوجي تقدر تعرفي فيها إنه كل واحد وهو قاعد في بيته يشتغل. لازم يكون عندك systems معينة وبوليسيز معينة عشان كل واحد يبقى عارف how he will deal في الحاجات دي وهيكلم مين. لازم يكون عندك productivity موجودة في الموظفين بشكل عام، وmaturity عشان تضمني ان هما they are taken it seriously. above all لازم يكون عندك like objective based work وperformance management مظبوطة، عشان يبقى الناس عارفة وانا هلعب مش هلعب. انا في الاول وفي الاخر عندي smart objectives هشتغل عليها، هي دي اللي هتحاسب عليها اخر السنة، وهي دي اللي هعرف ان انا وهي دي هصرف عليها، هاخد عليها الميريت انكريز، I will get promoted ولا لا، هيكون عندي كارير ولا لا. ف if you have this setup it's absolutely efficient and very good انه انت تعمليها. عشان كده تلاقي معظم الشركات المالتي ناشونالز في مصر كملت بنفس القصة اللي هي working from home، لان هم عندهم mainly this setup فقادرين يكملوا الفيو وحسوا ان هو very beneficial. الشركات اللي ما عندهاش this setup القصة دي، لقيت انه طبعا هتبقى بالنسبة لها العملية مش محكومة، ومش قادرين ان هم يظبطوا القصة. it end up ان هم ما قدروش ان هم يعملوا حاجة زي كده. طب ايه lesson learned it's always very good للorganization ان هي يكون عندها systems، ان عندها policies، ان عندها performance management system. الناس عندهم goals بيشتغلوا عليها واهداف بيشتغلوا عليها، عشان you never know. ما هو اللي حصل كوفيد حصلت مرة وقعدنا في البيت، it might be تبقى موجودة. plus ان it's very efficient انك انتي عندك الاوفيسز الكتيرة، بتدفعي كهرباء، بتدفعي نور، بتدفعي حاجات كتيرة قوي. كل الاوفر هيدز بتدفعيها دي بتوفريها في حالة انك انتي بتعملي working from home. ف it's very effective approach، yet محتاج ان يكون عندك السيت اب ده. طب في حاجة تانية، ايه هي بقى؟ انه في سيكتورز معينة بالنسبة لك it's impossible ان انت تعيني فيها الا working from home، زي الناس بتوع التكنولوجي. الناس بتوع التكنولوجي دلوقتي مستحيل تكلمي واحد وتقولي له تعالى اشتغل معايا office based، هيقولك لا I'm so sorry. ليه؟ لأنه هو بيشتغل معاكي من بيت. ناس دي very innovative، ملهمش working time معين، بيقعد يشتغل بالليل، بتجيله فكرة، بيشتغل الصبح، ممكن يكون بيشتغل معاكي، بيشتغل مع كذا شركة تانية. ف it's not visible بالنسبة له أبدا، feasible sorry بالنسبة له إن هو يشتغل معاكي في المكتب working from office. طب هتعملي إيه؟ أنتي you need to cope with. ف if you have this system in place وذس الحته بتاعت المايند سيت بتاعت البرودكتيفيتي والكي بي ايز، مش بقى اللي يقولك انا بشتغل على الكي بي ايز وهم مش عارفين النهارده هيشتغلوا ايه، بكره هيشتغلوا على ايه. يس a solid smart objective وكي بي اي سيستم. هتبقي مرتاحه قوي في القصه دي، لانه الواقع بيفرض نفسه زي ما بيقولوا. ما ينفعش ان احنا نفضل نقول ايه لا انا عايز ورك، انا ما ينفعنيش كده، الكالتشر المصري ما ينفعش مي كده. لا، ما انت قاعد في مصر وعندك مصريين وهم نفسهم بيقولوا لك لا، فتعمل ايه؟ we need to adapt.
ان احنا عشان تبقى القصه بالنسبه لنا حاجه بوزيتيف اكتر ما هي تبقى حاجه احنا بنعاني منها ومش عارفين نعين فيها. ودي حاجه انا شفتها بنفسي في الشركات اللي انا كنت بشتغل فيها ريسنتلي. في اوروبا بقى وابتدوا بقى دلوقتي very interesting لما تحضري CIBD وتشوفي بقى التريننجز بتاعتهم ايه والابديتس بتاعتهم ايه. يقول لك بقى ازاي تعملي كلتشر من الهايب، من الناس بتشتغل ريموت، ازاي هتبني كلتشر ريموت، ازاي هتعملي كوتشنج ريموت، ازاي هتعملي الانفايرمنت الوركينج انفايرمنت ريموت. مع الناس كمان بتمل، انا قاعد طول الوقت مع نفسي وايزوليتد، فانت you have to have those people are also engaged وproductive عشان تبقى القصه بالنسبه لك win-win situation. فهي لسه القصه لسه فيها يعني ايه تحديات، انا نفسي interesting ان انا اعرفها بقى. طب ماشي اوكي احنا اشتغل ريموت، هاوي بقى ازاي تقدري تنقلي بيئه العمل اللي كانت موجوده in place والناس بتروح الورك لوكيشنز ده بقى تنقليها لما تكون بيئه العمل دي virtual أو working from home أو remote زي ما بيقول. دي حاجة. الحاجة التانية technology artificial intelligence is very booming دلوقتي. يعني حتى دلوقتي لو دخلتي على لينكد ان هتلاقي يقولك اتعلم دلوقتي ازاي تعمل السي في بتاعتك على شات جي بي تي. النيو جينيريشنز اللي طالعه اللي هم الميلينيوم اللي طالعين those people they need to be managed through technology. You can't ignore technology anymore. لأنه if you have this new generation you will lead them عن طريق التكنولوجي. زي ما انت شايفة كده بتشوفي فيهم على طول فاتحين السوشيال ميديا، شايفين بيعملوا بيشتغلوا. it's very effective. السوشيال ميديا is very effective tool في الحتة بتاعة الemployer branding دلوقتي. و very important tool when it comes للcommunication مع الموظفين. فال HRIS is a key. والفكرة في شركات هتقولك لا ما أنا can't afford technology. الحلو في الموضوع ده إن هي شركات كبيرة، شركات صغيرة، شركات متوسطة عندهم بقى في مثلا أودو للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، في success factor للشركات الكبيرة وتاليو، في حاجات كتيرة cloud based. بس الحلو ده الكي بقى في الحته دي، ويمكن انا كنت بتناقش معاكي فيها لما كنا بنتكلم على الابلكيشن، اللي هي ان هو يبقى simplicity. ان هو يبقى حتى لو الشركات زي تاليو او سكسس فاكتور، لو البروسيس اللي بيستخدمها الموظف في اي حاجه طويله complicated it's not simple، الشخص هيزهق وهيمل وهيبقى كاره الحاجه هو بيعملها. انت مثلا اخش انا اقدم على وظيفه الاقيه فاتح لي قصه دلوقتي في مثلا تخش يقول لك what's your email what's your phone number please upload your CV your upload your CV، وهيسألك كم سؤال كي للفلتريشن بتاعته، ولو ما عندوش أسئلة مش بيسألك. فتحس انه ده is a user friendly في الاول وفي الاخر. لكن لما تبقى تخش وانت حط السي في وانت اتخرجت من فين ودرست فين وانت لسه شغال في الشركه دي ولا لا، طب اتعلمت فين، طب الثانويه العامه بتاعتك كانت فين، طب مين عنده مع كميه الضغط والحاجات الكتيره ما حدش عنده تقل الحاجات دي. فالتكنولوجي is very important بس من غير ما تكون عائق your ultimate goal انك انتي تبقى simplicity وان هي تبقى user friendly، عشان مش كل الناس بتحب التكنولوجي. ما حدش عنده الفترة دلوقتي وقت لان هي تبقى a burden. المهم حاجة التكنولوجي ما تبقاش a burden for you. دي برضو ترند تاني مهم قوي. الترند الثالث واللي احنا كلنا بنسمع عنها كلمة الاجيليتي، الاجايل كلتشر. الاجايل كلتشر بعد كورونا والحروب والحاجات الغريبة اللي بتحصل نصحى كل الكوارث والزلازل وكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا، اكتشفوا انه agility اللي هي باختصار effective response late change is a key
كي سكيل لازم تبقى موجوده في الدي ان اي بتاع الكالتشر بتاعه الاورجنايزيشن. طبعا هي كلمه حلوه وجميله ومفروض تبقى موجوده، بس زي ما اتكلمنا عن الاجيليتي، زي ما اتكلمنا عن التكنولوجي، وزي ما اتكلمنا على الريموت وركينج والسيت ابس بتاعتها عشان تبقى افكتيف، دي محتاجه it's a change. عشان كده هم بيسموها change program. محتاج يكون عندك performance management system effective in place. الناس عارفة الobjectives بتاعت الشركة ايه، communication قوية جدا عشان agility، فانت محتاجة ان الناس يكون عندك يعرفوا ايه اللي بيحصل بسرعة، فانت عندك communication tools قوية جدا، و people عندهم communication skills قوية جدا. عندك technology تقدري تكوميونيكيتي بيها كويس. عندك performance management system بيخلي الناس عارفين ايه كل واحد مطلوب منه ايه. عندك people who are empowered and they know how to do to take their decision based على their place و based على المشكلة اللي بتحصل له. عندك delegation، عشان لو مديري مش موجود مش هقول لك لا مديري مش موجود مش هقدر اقول لك حاجه، انا لازم اكلمه، اصلا هو قافل موبايله، اصلا مش عارفه اوصل له. yes this is the culture you need ان هي تبقى موجوده in place عشان يكون عندي this agility. ولا في الاول وفي الاخر اكون حاطين مسميات بس مش reflecting what's going on يعني في الدنيا. دي mainly الحاجات الترندز اللي موجودة دلوقتي اللي أنا يعني أعرفها. أكيد في حاجات أكتر بس اللي أنا يعني أعرفها وحاسة بيها. ودي حاجات شايفاها في سوق العمل في مصر؟ يس طبعا، وطبعا بتتفاوت على حسب ما يكون يعني واحدة من الحاجات الأمثلة المضحكة، أنا كنت بتكلم في شركة من الشركات بقوله الأجيليتي، قال لي أبقى أجايل، إن أنا فبعرف لهم الأجايل إنه effective response للتشينج. قال لي إن أنا أجايل لمديري كل يوم يغير رأيه، فأنا كل الحاجات اللي غير رأيه فيها أو أنا على طول معدلها له زي ما هو عايز. الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل، الساعة 8 الصبح، مش مشكلة، نغيرها مرة مرتين 3 10 مش مشكلة، المهم في الآخر هتتغير. فthis is فدي حاجات برضو ظريفة ان احنا نعرفها ان هم بيعتبروا هي دي بالنسبة له agility، ان هو قادر يتحمل مديره والشيزوفرينيا اللي عنده. يس بحسها طبعا، وحسيتها جدا 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 في الكورونا. it was impressive في اليوكي ازاي الناس دي قادرة انك انتي كلنا قاعدين في البيت ما بنتحركش من البيت 7 شهور كاملة، انك انتي you are updated على اي حاجة بتحصل. هم اخر ناس قفلوا، عملوا توتال شات داون للكورونا، واول ناس فتحوا في اوروبا وقبل امريكا وقالوا خلاص شالوا كل الحاجات اللي كانوا حاطينها ان بليس عشان خاطر الكورونا. ليه؟ they are agile لان هم عندهم solid system، عندهم اي حاجه بتحصل جديده في التكنولوجي بيعملوها، عندهم solid communication. يقعد معاكي كل يوم 3 في ابديت في التلفزيون، بيطلع رئيس الوزراء وبيطلع الراجل المسؤول عن الرئيس اللي هو مسؤول عن الهيلث كير، بيعملوا لك ابديت بستاتستكس فظيعه بيزد عليهم. عندهم decision making رهيبه، عندهم بروسيسز وعندهم سيستمز. تخشي على اي جهه من الجهات، تخشي على الهوم اوفيس يقول لك في كذا هتعملي كذا، لو انت مقيمه هتعملي كذا، لو انت مسافره هتعملي كذا. انت قاعده في بيتك كأن الناس دي بقى لهم في قصه الكورونا 20 سنه، مش لسه بيشوفوا ايه اللي بيحصل. وبالتالي هم they are very agile. ليه؟ لانه عنده كل الكاباسيتي ان هو يقدر ياخد الديسيجن، يبقى عنده الانفورميشن، يطلع statistics، ياخد قرار، يinform البيبل بيها عن طريق الكوميونيكيشن تولز المختلفه. عشان كده حسيت يعني دايما بنقول عليهم ان هم ناس ريجيت، الكالتشر بتاعهم ريجيت سيستمايزد بيروقراطيه، لكن الحقيقه هم اثبتوا لا ان هم مش كده، هم صح ريجيت وعندهم سيستم but they effectively use these systems والحاجات التانية عشان يكونوا ناجحين جدا في القصه بتاعت how they handled كورونا يعني. ودي اللي اساسا جه منها قصه الاجيليتي او فكره الاجيليتي. يعني في الاخر السيستم والبروسيس اوكي يعطي structure وشويه rigidity زي ما نقولوا، بس هو success عشان ننجح.
هو ونكون سكسس agile. وان هو فلكسبل. لو نستعمله عندك كويس. this flexibility، المرونة انك انت تطوعي السيستم بتاعك ان هو يحقق الاهداف بتاعتك، ما يكونش rigid سيستم غير قابل للتحقيق او not taking in consideration اللي بيحصل على ارض الواقع. والتكنولوجيا هي برضو أداة تمكننا من نكون مرنين في الشركة. والstatistics اللي احنا بنسميها دلوقتي ال HR analytics، لو حضرتك تسمعي الترند ده ليه؟ لانه هي بتحسبي كل حاجه. انت مثلا قررتي ان انت تبقي هتحطي HR analytics عندك، فانت النهارده سنه 2023 هنبتدي اكتوبر، هنبتدي دي سنه زيرو، هنعمل الكي بي ايز بتاعتنا والميجرز بتاعتنا في كل حاجه كل شهر وكل سنه، عشان يبقى عندك الداتا بتاعتك اللي بتقولك انت بتصرفي صح ما بتصرفيش صح، productivity ايه، الدنيا ايه. فاتس الستاتستكس والارقام معروفه جدا ان it's a very 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 important tool تخليكي تاخدي decision وانتي مرتاحه and you're confident. فstatistics are very important. والارقام يعني انا كHR اتمنى يكون اعين عندي واحد فريش جراد خريج statistics ويبقى هو بقى المسؤول عن الميجرز بتاعت HR function في كل حته، لانه ده بيديكي حتى when you propose your strategy و your plans للتوب مانجمنت، كل ما تكون بارقام بتبقى معروفه انه الناس بتبص للHR على اساس ان هي cost center، بس كل ما بتكون بالارقام بتورينه الريتيرن اون انفستمنت بالارقام في الحاجات اللي انت بتعمليها، كل ما الاتش ار تبقى اداره استراتيجيه بتساعد زي ما احنا بنقول بتساعد الشركات ان هي تحقق ربحيه مش تبقى كوست سنتر. انت تكلمتي على سيستمز، تكلمتي على سكسس فاكتورز ودو. ايه السيستمز التانيين لو عندك نصائح؟ يعني مثلا شركات، اما شركات كبيره ولا شركات صغيره، نصائح بتاع HRIS systems اللي ممكن يستعملوها في ال HR. انا يعني مش عايزه ادعي حاجه ما اعرفهاش. انا اشتغلت مع تاليو لما في الشركات اللي كانت بتشتغل على الاوراكل، و it's a very good one اللي بالنسبه للشركات الكبيره وعشان السكيورتي بتاعه الانفورميشن بتاعتهم. واشتغلت على سكسس فاكتور طبعا غني عن التعريف في الشركات اللي بتشتغل مع الساب. اشتغلت على الأودم مع الشركات الصغيره. my only concern مش عايزه اتكلم على حاجه معينه بذاتها. my only concern زي ما قلت لحضرتك ان هي بتبقى يعني simplicity ويكون فيها يعني like هو انا بتعملي automation ليه؟ علشان في efficiency فانت عشان تبقي efficient you have to consider time. ما تبقاش البروسيس نفسها على الاوتوميتد تبقى smart، يعني تبقى بتحقق الهدف المطلوب منه وفي نفس الوقت مش complicated، مش بتconsume time، وتبقى user friendly على اساس تبقى بتشجع الناس ان هم يشتغلوا عليها وتبقى فعلا user friendly بالنسبه لهم. الحاجات الكلاود بيزد، اي حاجه كلاود بيزد طبعا بتكون اسهل وفريندلي قوي، لان معظم الناس بيشتغلوا على الفيسبوك، على السوشيال ميديا، فهم خلاص كلنا يعني متعودين على الحاجات دي. فلما تديني حاجه انا نفسي اكون عارفاها بس بتخدم البروسيس انا بشتغل عليها، فبتبقى مفيش الهيبه دي اللي هي بتخليني ريجكتنج البروسيس نفسها. في حاجات من الحاجات الانترستنج جدا اللي برضو اشتغلت عليه، كانت عاملاه جامعة من الجامعات هنا في مصر، ان هي بتاخد الشباب اللي هم عاملين مشروعات صغيرة وبتديهم training و development على الحاجات اللي محتاجينها so that they will be effective when they start their startups وكده. فمعظم very interesting انه معظم البروجكتس بتاعت الناس دي كلها بكافة انواع الستارت ابس اللي كانت شغاله كانت عباره عن ابلكيشنز. فاللي يقول لك انا بعمل دايت عن طريق الابلكيشن، يعني دكتور دايتيشن يعني، وفي عايزه اقول لك واحد اللي هو بيجيب الحلاقين
تعملي ميعاد مع الحلاق وتعملي هير كاتس وانت قاعده في البيت للرجاله. ليه يقول لك ان هو بيجيب سوري السباكين والناس اللي هم بيعملوا لك الحاجات في البيت. مش زمان كنت بتكلمي البواب وتقولي له انا لو سمحت كذا ابعت لي، انا عايز سباك، انا عايز كذا. لا، اتس ابلكيشن وتخشي عليه وتشوفي الناس اللي قريبين منك والسباكين اللي قريبين منك وتختاري عن طريق الابلكيشن ويطلع لك الريت وكله زي الاوبر كده. احنا كلنا الحاجات دي في الاول كان عندنا هبه منها. ليه؟ عشان مش متعودين وايه الابلكيشن وهعمل ايه وهحط الكريدت كارد بتاعتي، طب هيسرقوه، طب هيعملوها. دلوقتي بقى لما بقت القصه طلبات واوبر ومش عارفه ايه، بقت بالنسبه لنا نزلي لي اي ابلكيشن لاي حاجه هتعامل معاه، لانه ما عنديش ده الخوف، عندي my own experiences اللي تخليني اعرف اتعامل. هي نفس القصه دي. ف things need to be يعني cloud based، تكون يوزر فريندلي وخلاص، مش اكتر ولا اقل. حاجه كويسه اللي منزلين سكتش بقى تطبيق عشان نوظف ونلاقي شغل. it's very amazing idea واعتقد ان هي هتبقى win-win situation especially من خبرتي في التعامل في مع البلو كولرز. الشركات بتعاني والبلو كولرز بيعانوا. الشركات بتعاني ليه؟ لان هي هو عنده الناس دي موجودين بس مش عارف يوصل لهم ازاي، مش بيعتمد على third parties، مش فاهمين culture بتاعته، مش فاهمين هو عايز ايه بالظبط، متطلباته ايه الحاجات اللي هو عايزها، التكنيكاليتي بتاعته. بتعتمدي على دايما معظم الشركات هنا بتعتمد على third party عشان يبروفايد القصة دي، او بتجيب حد مسؤول عن تعيينات البلو كولر، والشخص ده بيبقى مع التيم بتاعه مجهد جدا لانه تروبس واعداد كبيرة جدا والتيرن اوفر عالي جدا، فما بيقدرش ان هو يواكب، فغصبا عنه برضه هو ده نفس الشخص بيروح يعمل برضه عن طريق third party. حتى من ضمن الحاجات الظريفة اللي شفتها النهاردة وانا جاية عندكم، شركة كورونا كانوا حاطين ستيكر كده جميل قوي مكتوب عليه تقدر تنضم لتيم كورونا معانا، محتاجين مندوبين وسائقين، وحاطين ستيكر على العربية بتاعتهم اللي بيروحوا اللي هي اللي بينقلوا بيها المنتجات بتاعتهم. ده معناها ايه؟ معناها ان هم they are striving عشان to find الكاليبرز في الحتة دي. ففكرة وجود الابليكيشن بالنسبة للهايرنج تيم في الشركات، انه عنده ابليكيشن معين هو نفسه شايف وقعد مع المدير وحكى له وعرف النيدز ايه على ارض الواقع، ان يخش ويشوف البروفايلز ويختار بنفسه، دي طبعا حاجة تحفة. بالنسبة بقى للموظفين اللي هم البلو كولرز دول، بيكونوا يعني ما عندهمش بيشتغل شفته الصبح بدري، شفته متأخر، بيرجع تعبان، فيخش المسجد يلاقيهم حاطين اعلان في المسجد عايزين موظفين في الحتة الفلانية، يقوم رايح الشركة عجباه، مش ما عندوش البريفليج ان هو يختار ولا يعرف الريت كام ولا ايه، او حاجة بيلاقيها وبيشتغل فيها وخلاص. فطبعا فكرة انه يكون عنده ابليكيشن يخش عليه ويكتب ويشوف الدنيا بيحصل فيها ايه والابديتس ويقدم، هتخلق نوع من انواع ال بيسموها ايه يعني الديماند المحترمة على البلو كولرز. ليه؟ لانه هي it's a win-win situation. وهتبقى very successful. الموظف دايما البلو كولر ده يبقى قادر عارف الشركات بيعملوا فيها ايه، دول بيدوا ايه، بيعملوا ايه، البنفيتس ايه، لا عجبني الشركه دي هكمل فيها، مش عجبني كذا. فزي فيها زي empowerment للفئه دي، وفي نفس الوقت بتخدم الشركات التانية ان هم عارفين ان هم احتياجاتهم ايه ويقدروا ياخدوها مره واحده. بلس ان هي بتخلق حكايه انه لا it's a caliber، ليه حقوقه وليه واجباته، ممكن يبقى معايا النهارده مش عارف. فقصه الاحتكار في الحته دي او النيجليكنس بتاعه البلوكرز، يقول لك ده بلو كولر واتعامل معاه باي طريقه wouldn't be the case. هتبقى العمليه اظرف واحسن في الحته دي. فيه قصه ولا موقف صار لك في حياتك المهنيه اللي مش هتنسيه؟ مش هنساه في حياتي المهنية. ولا ممكن شخص
تعاملتي معاه اللي مش هنساه في طبعا هو اكتر شخص بعتبره ابويا التاني، هو رحمة الله عليه دكتور سليمان فقيه. اكتر شخص اتعلمت منه زي ما قلت لحضرتك في الاول يعني ايه الانسان يكون ملتزم، ان هو يكون بروفيشنال، ان هو يكون ديسيبلين، ان هو يعيش الفاليوز بتاعته اللي هو متعلمها في شغله وفي حياته الشخصية regardless. اتعلمت منه يعني ايه انه الانسان يطور نفسه طول الوقت. هو كان متخرج هنا من مصر واخد لما اتخرج من مصر من الجامعة كلية الطب اخد في القصر العيني، كان هو طالع من الاول على كلية الطب وتعين في القصر العيني لأنه هو كان من الأوائل. وطبعا في مصر في زمان إن واحد سعودي مش مصري ويتعين في القصر العيني دي حاجة كبيرة. وكان كل يوم بيجي من شغله من بيته بيمشي حوالي 7 كيلو عشان يوصل من بيته للمستشفى، كان بياخدهم مشي. بيخلي السكرتارية الطبية بيجيبوله النيو ابديتس بتاعت كل ميديكال سبيشاليتي ويسجلها له عشان يسمعها وهو ماشي، فيقدر يكون عنده الابديتس بتاعت كل ميديكال سبيشاليتي، فيعرف يتناقش مع الدكاترة objectively. بيخش المطبخ يشوف الاكل عامل ازاي. الفول دي كانت القضيه اللي احنا بنقعد نتكلم عنها، الفول طلع وحش، الفول طلع مش عارف، ممكن الشيف ياخد خصم 3 ايام عشان الفول طلع وحش. قد ايه هو كان مهتم بكل صغيره وكبيره. لو انا كنت عامله عمليه ومتنومه في المستشفى، صحوني الساعه 6 الصبح قالوا لي الله خليكي قومي عشان نغير الملايه عشان دكتور فقيه بيعمل راوند دلوقتي. فهي الشخصية اتعلمت منها حاجات كتير. وأكتر حاجة يعني حقيقي صدمتني لما أنا جيت أمشي من ظروف شخصية، أسيب السعودية واجي أعيش هنا في مصر في 2007. لما قدمت استقالتي طبعا في الأول قال لي ليه، فقلت له عشان ظروف شخصية. فقال لي خلاص اقعدي معايا 3 أسابيع وأنا هسيبك تنزلي مصر كل 10 أيام في الشهر عشان تشوفي الأمور الشخصية بتاعتك. فقلت له لا مش هينفع لأنه ولادي هيكونوا محتاجين هم صغيرين في الفترة دي، فأنا I need to be with them. فبكل نفس يعني سامحة قال لي خلاص تمام ورضالي على الاستقالة يعني. لما مشيت imagine ان هو قال لهم شيلوا مكتب ايمان، انا مش عايز حد تاني بعديها. و over and above انه هو كان عنده هنا في مصر زي recruitment agency بيعين من خلالها الدكاترة. كنت بشتغل انا معاه في الحتة دي، بنعين، بيبعت لنا السيفيهات ونحن بنفلتر وبنجهز له القائمة وبينزل يقابلهم هنا ويعمل معهم انترفيو في مصر بنفسه. فالمكتب ده هو كلمه وقال له ايمان هتنزل مصر، لما تنزل انا قول لها ان هي تيجي تشتغل معاك وانا هديك مرتبها طول الوقت اللي هي بتشتغل معاك فيك لغايه لما هي تلاقي شغل او تحب يعني تشتغل في مكان تاني، او لو حابه تشتغل معاك خليها تشتغل معاك. فالشخص ده اتعلمت منه حاجات كتيره، واتعلمت منه الوفاء، قد ايه الانسان لما يكون وفي للناس اللي بيحبوه ممكن هو يموت بس عمره ما بيموت في قلوبهم تاني. يعني he's the greatest leader ever بالنسبة لي، هيفضل يعني كان وهيفضل the greatest leader in my life يعني. الله يرحمه رحمة الله عليه. الله يرحمه. حس ان انتي لسه عايشة معاه وتعايشة. انا كنت فاضلي ثانية وهعيط بصراحة يعني. افتكرت ان هو اثر في حياتي جدا يعني. طب دكتورة ايمان، لو تلخصتي مسيرتك المهنية في كلمة. it's passion في أي حاجة أنت بتعمليها بتحبيها. it's the key for success. عشان كده أنا حتى مع أولادي أنا عمري في حياتي ما اتدخلت هيدرسوا فين، هيعملوا إيه، هيدرسوا إيه، عشان أنا I am a believer إن الواحد لما يكون بيتعلم الحاجة اللي بيحبها وبيشتغل الحاجة اللي بيحبها بيفضل enjoy what he's doing لآخر يعني. من مهما اشتغل ومهما عدى عليه الزمن بيكون كل يوم بيصحى بيعمل حاجة كأنه بيعملها لأول مرة. ميرسي قوي. Thank you very much. أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق it was my pleasure إن أنا أكون معاكم النهاردة.
وانا برضو يعني حقيقة حلقة مثيرة Thank you very much. وممكن نعمل منها بقى كم حلقة تانية. Thank you very much. إن شاء الله. أنا آسفة لو كنت ضيفة تقيلة عليكم النهاردة. لا بالعكس، رغيت كتير عشان الباشن اللي قلت لحضرتك عليه. Thank you very much. شكرا.